السلام عليكم. معاكم قناة قلبك عارف. القناة اللي ما كنهضروش فيها غير بالكلام، ولكن كنحاولوا نوصلوا لديك البلاصة اللي ساكنة في القلب، البلاصة اللي فيها الإحساس الحقيقي. اليوم ما بغيتكمش غير تسمعوا بعقولكم، بغيتكم تحضروا قلوبكم. انتي ولا انت، حضروا قلوبكم قبل من عقولكم، حيت اللي غادي يتقال دابا يمكن يلمس فيك حاجة انت أو انتي كنتو ناسينها، أو يمكن يجاوب على سؤال ما عمرك لقيتي ليه جواب. جلس مزيان وخلي داك الضجيج أو داك الصداع اللي داير ضجة في حياتك شوية على جنب، وخلي قلبك يكون حاضر، حيت يمكن هاد الفيديو يكون رسالة ليك في هاد اللحظة بالضبط. واش عمرك حسيتي باللي قلبك عامر بالأسئلة ولكن ما لقيتي حتى واحد يعطيك جواب يبرد خاطرك؟ واش عمرك دوزتي من نهار كان تقيل عليك لدرجة أنك بغيتي غير تختفي شوية من العالم؟ واش جاك داك الإحساس اللي كيبان فيه كل شي واقف، بحال الحياة ما كتمشيش معاك ولكن ضدك؟ إلا كان هاد الشي قريب ليك بقى معايا دابا وخلي قلبك مفتوح، حيت الكلام اللي جاي ماشي غير كلمات، يمكن يكون رسالة ليك في هاد اللحظة بالضبط. راه كاين واحد الحقيقة الناس أو بزاف الناس كينساوها وسط الهم والتعب والقلق والستريس، وهي أن الله ما كيخليكش في شي حالة باش يعذبك، ولكن باش يبدلك ويحضرك لشي حاجة أكبر. الألم اللي كتحس بيه اليوم ماشي دليل على أن حياتك كتمشي غلط، بالعكس ممكن يكون دليل على أنك في طريق فيه تحويل أو تحول كبير غادي يبدل كل شي من بعد. بزاف ديال الناس كيشوفوا غير اللحظة اللي هما فيها، ولكن ما كيشوفوش الصورة الكبيرة اللي الله كيشوفها لهم. يمكن ملي كتفيق في الصباح وكيكون قلبك تقيل كدير براسك قوي قدام الناس، ولكن من الداخل كتكون مكسور، كتبتسم ولكن من الداخل ديالك صمت ثقيل فيه أسئلة ما لقاتش جواب. وهذا الشي كامل الله عارفه، ما كاين حتى دمعة طاحت في الصمت إلا وهي معروفة عند الله، وما كاين حتى دعاء خرج من قلبك إلا وهو مسموع عند الله، حتى إلا تأخر الجواب ديالو. كاينين لحظات كنحسو فيها باللي التأخير عقاب، ولكن الحقيقة اللي ما كتشوفوهاش هي أن التأخير ممكن يكون حماية. يمكن باب تسد قدامك اليوم كان غادي يدخلك الوجع أكبر، يمكن شي شخص مشى من حياتك كان غادي يكون سبب في جرح أعمق أو في مشاكل كبيرة. يمكن حلم ما تحققش لك دابا، حيت كاين حلم آخر أوسع وأجمل منه باقي كيتوجد لك في الطريق. الإنسان ملي كيبان ليه باللي كيمشي في طريق مسدود كيحس أنه تايه، ولكن مرات هاد الضياع ماشي ضياع في الحقيقة، ولكن إعادة توجيه، تيوجهك الله للطريق الصحيح، بحال شي طريق في وسط الليل انت ما كيبانلكش فين غادي، ولكن اللي كيسوق السائق اللي تيسوق عارف مزيان الوجهة ديالك وعارف مزيان الطريق. وهنا كاين الفرق بين نظرتنا المحدودة والنظرة ديال الله الواسعة سبحانه وتعالى. كتجي لحظات كتقول فيها أنا عييت
وهاد الإحساس ماشي ضعف، هو إنسانية، هو ضغط الحياة اللي كتجمع، ولكن حتى العيا ماشي نهاية القصة ديالك، ممكن هاد العيا يكون بداية مرحلة جديدة ما عمرك تخيلتيها. بزاف ديال الناس اللي دابا فرحانين واصلين مرتاحين دازوا من نفس الطريق اللي انت فيها دابا، ولكن الفرق هو أنهم هما ما توقفوش ملي عاشوا الألم، في وسط الألم ما توقفوش، مشاو حتى تبدلات حياتهم. راه ماشي ضروري تشوف النتيجة دابا باش تآمن، ماشي ضروري تفهم كل شي دابا باش تكمل. كاين أشياء كتجي في حياتنا كطلب منا غير الصبر، وهاد الصبر ماشي سهل، ولكن هو اللي كيبنيك من الداخل بطريقة ما كيبنيهاش حتى النجاح السريع. واش فكرتي شي نهار أن يمكن داك الدعاء اللي قلتيه في ليلة من الليالي وانت عيان بكيان ماشي ضاع، يمكن غير تأخر، يمكن في هاد اللحظة بالضبط اللي كاين ترتيب في حياتك ما كيبانش ليك، ولكن كيتصايب ليك بحال شي بناء كبير، حجر فوق حجر، حتى يكتمل الشكل اللي غادي يفاجئك في نهار من الأيام أو يوم من الأيام. حتى الوحدة اللي كتحس بها دابا ماشي دائما علامة على أنك وحيد فعلا، يمكن غير مرحلة باش تتعلم تسمع قلبك أكتر، باش تفهم نفسك أكتر، باش تطور ذاتك أكتر، وتعرف أن القوة ما كتجيش من الناس، كتجي من الداخل ديالك. كاين أيام غادي تجي وغادي ترجع تشوف هاد اللحظات اللي كنتي فيها حزين ولا مكتئب وغتضحك، وغادي تقول كيفاش كنت كنظن أن كل شي ضاع، وكيفاش كان كل شي كيتبنى من غير ما نحس، وغادي تفهم بأن الله ما نساكش نهائيا، ولكن كان كيرتب ليك شي حاجة ما كنتيش مستعد ليها. وحتى دابا وانت كتسمع هاد الكلام ممكن قلبك بدا يهدى شوية، حيت ما كايناش شي صدفة أنك وصلتي لهاد الكلام، يمكن غير رسالة صغيرة في وسط الصداع باش تذكرك أنك ماشي وحدك، وأن اللي تيتكسر اليوم ممكن يرجع أقوى غدا، وأن اللي كيبان بعيد ممكن يكون أقرب مما نتخيل. غير صبر شوية وما تخليش اللحظة الحالية تقنعك بأن المستقبل ديالك ماشي زوين. راه الحياة كتبدل بسرعة ما كيتوقعها حتى عقل، وغادي يجي نهار حتى إلا دابا ما كيبانش غادي تقول الحمد لله على كل لحظة صبرت فيها، وعلى كل دمعة ما ضاعتش، وعلى كل ألم ولا السبب في فرح كبير ليا. وخلي قلبك ديما عنده أمل حتى وسط العيا، حتى وسط الصمت، حتى وسط الغموض، حيت داك الأمل هو اللي كيبقى، وهو اللي كيدوزك من كل شي، وهو في الأخير غادي يوريك باللي كل شي كان عنده معنى حتى إلى ما بانش دابا.